السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زميلكم عبد الرحمن عمر معكم في شعبة، وهشرح لكم إن شاء الله الدرس. بسم الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أنا عبد الرحمن عمر وده رقم تليفوني. تمام. وهحل مسائل المحاضرة بتاع الدكتور أحمد فتاح جاد الجزء التاني. تمام. ودي صورتي عشان تبقوا عارفين في الشعبة. بسم الله. أول حاجة هيديني مثال زي ده، هيقول لي مستثمر يرغب في إضافة مصنع جديد إلى المصانع الحالية يمتلكها لمواجهة الطلب المتزايد. واحد عنده مصنع وفي طلب عليه متزايد، فقرر انه يعمل مصنع تاني. هو قدامه مكانين، قدامه واحد في بنها وواحد في اسكندرية. تمام. وهو يديني الجدول ده وبيقول لي شوف التكلفة، اني لا ابني واحد في بنها ولا ابني اللي في اسكندرية. فانا بشوف اقل تكلفة. مثلا لو هختار في بنها يبقى التكلفة عليها كام، ولو هختار في اسكندرية كام بالنسبة لمركز التوزيع الاخرى. تمام. اول حاجة دي الحاجات المطلوب موجودة. تمام. ده الأول، المركز الأول ومركز توزيع التاني، أربع مراكز توزيع. وهنا الحاجات بتاعت المحافظات. تمام. وهنا التكلفة، يعني لو هو هينقل مثلا من مركز لمركز التوزيع، فالتكلفة هتبقى معاه ب9 جنيه، وهنا ب15 وهكذا. فأنا هبدأ أشوف بقى اللي هما ينقلوا منهم لبعضيهم. فأنا هبدأ أحسب الحسبة وأشوف هتكلفني كام. بسم الله. أول حاجة الخطوة الأولى إن أنا بعمل بختار المصنع. فأنا هنبدأ ببداية بمصنع رمي بتاع بنها. تمام. اول حاجه اعمل جدول التخصيص. جدول التخصيص ده ابدا اشتغل عليه ازاي؟ هو انا هنا هو بالشكل ده كده. انا بس شلت اسكندريه، يعني هو الجدول اللي فات اهو، بس انا شلت اسكندريه. يعني شلت اسكندريه فبقى جدول هو ده بدون اسكندريه، عشان ايه؟ اشوف الناتج النهائي دي كام. نتوكل على الله. اول حاجه بشوف ايه ارخص عمليه. التسعة دي ارخص حاجه. فبقول التسعة دي الطاقه الانتاجيه للمصنع عندها كام؟ 30,000. ارجع بس انا كده سبقت بخطوة ب30,000. تمام. وهو احتياجات مركز التوزيع 30,000، 60,000. فانا بروح انا واخد 30,000 من 60,000 عشان اغطي احتياجات، عشان اكون خلصت طاقة المصنع الاول. فكده اعلم على الاتنين واقول هنا 30,000. تمام. وهنا بصفر. وال30,000 اللي خصمتها احطها مع التكلفة اللي هي 9 جنيه، اللي هي ارخص حاجة. كده اكون خلصت من الجزء الاول. اشوف تاني كده انا معايا 30,000. انا مطلوب مني ان انا اصفر الحاجات دي كلها، المفروض ان كل ده يبقى متصفر. تمام. فأقول 30,000 فلازم أخلص منها. تمام. فأشوف ده كده خد مني 30,000. أشوف أنهي أرخص مصنع تاني أحطله 30,000. فالتسعة دي كده خلاص كملت. ببدأ أشوف أنهي تاني. فعندي المنصورة هتاخد 10، وعندي مانيا تاخد 15، فراح حاطط في المنصورة عشان هيبقى أوفر لي في النقل. أروح معلم على المنصورة. عندها بكام تحت؟ المنصورة عندها تحت ب70,000. أروح أنا مخصم من 70,000. تمام. مخصم آخد من 70,000 30,000، هيتبقى لي 40,000. وأحطها مع إيه؟ مع التكلفة مع 10 جنيه. كده أنا خلصت الأول. تمام. ما فهمتش الجزئية دي؟ هخش على المثال التاني وهنفهم أكتر إن شاء الله. تاني حاجة المركز التوزيعي التاني أقل حاجة فيه كام؟ 11. يعني لما أجي أنقل لمركز المنيا يبقى 11. فهو عنده كام؟ 40,000. والطاقة الإنتاجية بتاعة المصنع 40,000. 40,000 هخصم الاتنين من بعض، فأعمل عليهم خصم كده أهو وأصفرهم. طبعا منساش ال40,000 اللي أنا خدتها دي أحطها مع ال11 عشان منساش وأجمعهم في الآخر. بعد كده اخش على مركز التوزيع التالت. تمام. مركز التوزيع التالت اقل حاجة فيه كام؟ 8. 8 دي المطلوب 50,000، وهنا عندي 90,000. اروح انا خاصم من 90,000 50,000، هيبقى لي 40,000. اول حاجة اعلم شط. تمام. واحط 40,000 واصفر دي. ومنساش احط 50,000 الجدول بتاع 8. كده انا صفرت دي. اخش على اللي بعديها الرابع. اقل حاجة فيه كام؟ 6. استخدم 6 بس انا مصفر 6 تحت فما ينفعش، وهنا 8 ما ينفعش. فاشوف الاقل. عندي 12 وعندي 15. فابدا بال12. ال12 هو طالب كام؟ 80,000. وانا معايا كده كام؟ 40,000. اروح انا مخصم مصفر ال40,000 دي وخصمها من 80,000. تمام. اروح انا مصفر دي وحاطط هنا 40,000. بعد كده اخش على كده دي مصفرة، ودي هنا معايا 40,000. اخش على اللي بعديها 15. تمام. وهنا مفيش اصلا الا غيرها عشان هنا تحتها القيمة. اروح انا حاطط هنا ال40,000 عشان بس منساش. بعد كده اخش على ال15.
اروح خاصم ال40,000 وال40,000 اللي تحت مصفرهم بالشكل ده، وابدا مخصمه. وبعد كده ابدا احط بقى، ما انساش احط ال40,000 اللي انا خدتهم في الجدول بتاع ال15، وابدا بقى اجمع. يعني اعمل جدول اقول في مراكز التوزيع اللي هو ال10 ال9، ابدا باللي انا بدات بيه عشان ما اتلخبطش. بدات اول حاجه ب9، تمام، وبعد كده ب10، وبعد كده ب11، وبعد كده ب8، وبعد كده ب12، وبعد كده ب15، واحطهم في جدول. تمام اهو. ولو قال جدول التكليف الكلية اللي هو ده آخر حاجة، هعمل جدول بالشكل ده، 9 و10 و11. تمام، وقصاد أنا حطيت مع ال9 كام؟ 30. مع ال10 كام؟ 30 بردك أهو، عشان بردك نبقى إيه مسترجعين الجدول أهو. 9 30 و10 40 و11 40، يعني 10 30 و9 30 و11 40. تمام بالشكل ده كده اهو. وابدأ اضرب، اقول 9 في 30,000 ب270,000، وهكذا. 10 في 30,000 ب300,000، وهكذا. وابدأ بقى اجمع القيم دي كلها، هيديني 2,490,000. 2,490,000 كده. يبقى المثال خلص معايا. اتمنى المحاضرة تبقى عجبتكم. لو محدش فهم يقول لي وانا تحت امركم، وربنا يوفقكم يا رب. وجربوا تحلوا بس بالخطوات دي، واتمنى ان انا قدرت اوصل لكم المعلومة. انا زميلكم الشاب عبد الرحمن عمر، وربنا يوفقكم يا رب.